قفش مراته بتفطر مع واحد غريب، فبيقول لها ده مين؟ مراته ردت عليه رد منطقي جدا. اللي قدام حضرتك ده راجل شاف مراته مع واحد غريب في العربيه بتاعته، ومش كده وبس، عمالين ياكلوا مع بعض. ولكن الراجل هنا لما شاف مراته كده، زي اي راجل حر، زي اي راجل بيغير، شاف مراته جنبها واحد غريب، ما سكتش. عمل ايه بقى؟ طلع تليفونه وقال لها والله العظيم لا اصورك، والله لا ناخد الترند النهارده. واللي يغيظك اكتر بقى ان طول الفيديو الراجل بدل ما يكون كل اللي همه الراجل الغريب ده مراته بتعمل معاه ايه في العربيه بتاعته، مراته ايه اللي مركبها اصلا العربيه بتاعته. ولكن لا، كان سؤاله اهم من كده بكتير. كل اللي عمال يقوله له انت مين؟ يعني انت هيفرق معاك انت مين؟ يعني لو حد تعرفه هيبقى عادي بالنسبه لك؟ يعني لو هو حد معلوم بالنسبه لك هيبقى ده عادي؟ لا، كل اللي عمال يساله له انت مين؟ التاني يقول له يا عم اهدى، هو يقول له انت مين؟ يا عم اهدى، انت مين؟ طب ايه يا جدعان؟ طب حد ياخد موقف فيكم؟ انا نفسي كنت عايز اخد موقف بدلكم. كل كوم بقى والجبروت دي في كوم تاني. الست نزلت بكل هدوء وبقت تقول له ايه؟ عكرت مزاجي. راحت واخده السندوتشات بتاعتها، وتحس ان السندوتشات كانت سخنه والفلافل بسمسم، فهي من جواها اتنرفزت. يعني لك ان تتخيل ان هي اساسا اتنرفزت ان هو جه يعني زاولهم، وان الفلافل هتبرد. اتضايقت على الفلافل اكتر ما اتضايقت على جوزها. والراجل الحقيقه تعب، قعد يسال الراجل اللي مراته كانت معاه في العربيه انت مين؟ الراجل ما بيجاوبش. راح سال مراته قال لها بقول لك ايه، مين ده؟ قالت له غورياله في ده يالا، غورياله اللي هو ده وقته، الفلافل كانت سخنه وانت جاي تسالني ده مين؟ يا راجل تعالى افطر معانا واكسر كده صيامك وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. الله، بتتكلم في حاجات فرعيه انت مش مهمه دلوقتي. واغرب رد في الدنيا هنا بقى، الراجل قرر يقول له هو مين. عم ورب العزه ما اعرفها في بعد كده. لا صادق يا حبيبي، صادق يا جماعه، الواد حلف يا جماعه. ولكن بقى الحاجه اللي بتضايقني في البلد دي بقى لها فتره، الراجل في رغم الموقف اللي هو فيه ده وبرغم ان جوزها شايف مراته معاه، تخيل انت بقى يقول له انت مش عارف انت بتكلم مين؟ اعرف انت بتكلم مين الاول وبعدين اعمل اللي انت عايزه. ولما لقى الموضوع مش جاب همه قال له بقول لك ايه بقى، انزل من العربيه. قال له ليه؟ قال له ده عربيه ظابط. وعارف لو كتر معاه في الكلام كان ممكن يقول له ده عربيه لواء عادي. المهم ينزل من العربيه ويحل الموقف. ولكن بقى نتكلم بجد في الموضوع. يعني انت واحد شفت مراتك راكبه عربيه مع واحد غريب، الطبيعي واول موقف هتاخده ده لو انت يعني مثلا يعني راجل عقلاني وبتحسب الامور بالعقل وكده، انك هتبدا تفهم ايه الموضوع الاول او هي بتعمل ايه هنا، وعلى اساس اللي انت هتشوفه والرد اللي هتسمعه هتتصرف، سواء بقى تنفصلوا سواء تكلم اسرتها وتفهمهم الموقف وتنفصلوا خلاص. الا انك يعني في وسط كل ده يجي لك دماغ ويجي لك تفكير انك تمسك تليفونك وتفتح الكاميرا وتبدا تصور. ده انا برضو ما فهمتهوش. طب بلاش، انت بتصور هنا عشان تحفظ حقك، انا معاك، لكن يعني ايه تاخد الفيديو وتنزله؟ وبعدين اصلا الست نفسها تحس ان هي بايعه من زمان. يعني الست دي مش منظر واحده مثلا ايه اتخضت لما جوزها شافها مع واحد غريب، لا ده عادي بتتصرف مع الموقف كانه شيء طبيعي. انا مش بقول لك ان في حاجه، مش بقول لك ان خلاص انا باجزم ان في حاجه، ولكن واحد شاف مراته مع حد ما يعرفوش وبيسأل سؤال منطقي انت مين؟ ما بيجاوبش. هو بيسألها طب ده مين؟ راحت قايله له اللفظ اللي انت سمعته ده واللي هو انت مالك يعني. فالموضوع مش مفهوم. ولكن اللي مش مفهوم اكتر ان الدنيا يا جماعه اتحولت دلوقتي لتليفون. المواقف اللي بقت يعني كانت على ارض الواقع ليها رد فعل وفي عيله، لان موقف زي ده العيلتين الطبيعي ان هم يقعدوا وقصه كبيره. الا ان لا، دلوقتي بقينا نعرف القصه دي عن طريق الفيديو، عن طريق ان واحد يشير. ولكن الحقيقه بقى نفسها ايه؟ الله اعلم. ادي الايام اهي جايه وهنعرف ده مين، عشان ده سؤال برضه انا محيرني انا كمان.